أبرز ما ذكر محمد صلاح أن منتخبنا ليس مرشح، يوجد عندنا لاعبين شباب يلعبون في الدوري المحلي. هذا تفسير فتحي له. هل أنه يبعد الضغوط على منتخب مصري أم هذا واقع ملموس لمحمد صلاح؟ من تكلم يحسن المراوغة، ومحمد صلاح أبدع في هذا التصريح. مش نقول لك علاش أبدع. أولا قال ماناش من المرشحين، باش نحي كامل الضغط. قلت اليوم مقابلة تنتظروها سهلة كانت صعيبة برشا، تقارب المستوى، إذا أبعد الضغط. اثنين، فما سؤال قالوا هل تحلم بالفوز بكأس إفريقيا لأنك عمرك ما فزت بها؟ قال وأنا عندما كنت صغيرا لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا المستوى وأنا ألعب كأس إفريقيا. ولم يجب على السؤال. معناه حلمه أنه يكون محمد صلاح في هذا المستوى. الجزء الثالث ذكاء نادر وذكاء قوي جدا، وفعلا تصريح متاع قائد حقيقة. الآن وجدت محمد صلاح المبدع على الميدان في تصريحاته، وانتظر محمد صلاح المبدع على الميدان في الميدان. جميل. لكن هو راوغ، هو نجم في الملعب وراوغ في التصريح. وانت تراوغ في عدم الاجابه. هو ذكر نقطه اللاعبين الشبان اللي يلعبون اغلبهم في الدوري المحلي قد يكون سبب. هذا السبب من اللي يشرح محمد صلاح توضيح. لا باش ينحي عليهم الضغط. هم شبان وبالتالي ما زالوا في بدايه الطريق، وبالتالي مصر كل مقابله تجي، كل مقابله لكل حادث حديث، وبالتالي كان ذكاء نادر لمحمد صلاح. ملاحظه فقط امام تصريح حسام حسن لا يمكن ان يمر، لانه تصريح متاع مدرب مجروح، متاع مدرب حاسس، لانه الجزء الاول كامل من تصريحه. راح بتقول انت في حملات وما حملات. بالطبع. يقول اولا مع احترامي ليك حسام حسن، ما توجهش للمحللين على شنو باش يحكيوا. المحللين ما تحكيه. لا هو قال رساله، انت فهمت توجيه؟ رساله شنو معناها؟ مضمونه الوصول. رساله للمحللين. يعني وهو يقصد ماذا؟ لانه ربطها بال120 مليون مصري، ورانا هازين 7 ألقاب إفريقية و4 مرات كأس العالم، معناها بالانتقادات. وأكيد مصر الإعلام المصري رهيب. الإعلام المصري رهيب، تنتصر حتى 5-0 تقى الإعلام المصري. إذا بس لحظة. لا بناقشك بالنقطة هذه. أنت الحين ذكرت أن الإعلام المصري والشعب المصري وتأثيره كبير جدا. صح؟ جدا. أنت ذكرت أن هناك ملاحظات وسلبيات في عدم وجود أسلوب واضح والأداء غير مقنع وغير مرضي لزعيم قارة أفريقيا. طيب من حق الشعب، من حق الإعلام أن يقول كلمة دام المنطق فرض نفسه. هذا اللي طلبته أنا، وقلت باش وكان تحليلي فني، نقد صابر فني. لكن أنا اللي نفهمه من حسام حسن أنه النقد تجاوز الفني في شخصه. وأنت دائما تكرر نفس النقطة مع كل مدرب وطني. هذا الأمر منطقي مقبول؟ هو لا طبعا مش مقبول تماما. مش مقبول تماما. ثم اليوم كنت أتذكر وسألتني، أعطيتني أسئلة محرجة جدا. علاش ما تحدثتش من الأول على مشاكل تونس؟ قلت لك لأني تونسي وما نحبش كي تنتهي نتحدث. إذا كان الانتقاد منطقي وفني، من حق الشعب، من حق الإعلام أن يقول طبعا الكلمة اللي يقول. دام أن أنت ذكرت وصابر وبدر وحسام، هناك ملاحظات على الأداء عادي جدا. جميل. بدر هذه ما توجعوش. طيب ملاحظات على الأداء ما توجعوش. بدر أغاروا منه. تعرف ليش؟ من 7 نجمات اللي على صدره. من المفروض هاد 7 نجمات موجودة على صدر منتخب مصر. تاريخ منتخب مصر اللي يحكي عليه حسام حسن يجب أن يتجسد على أرضية الميدان. يا فتحي، كيف ستصل الرسالة لجماهير مصر؟ دابا أنت الآن مصر ذكي، جمهور مصر ذكي. لا أتصور. لا وصف تصريحك بالانهزامي. هو انهزامي. أنا بقول على أنه كأنه يصدر اليأس للجماهير المصرية. هو أكثر من يا مشاري. افصل يا صابر بالله. خليه يصدر اليأس للجماهير زي ما هو عايز. محمود الجوهري هو مو بدر، الكابتن الراحل محمود الجوهري. ما أنا بكلم ما فهم بدر من تصريح محمد صلاح. نعم يعني قراءته خاطئة. بدر ما دخله، لكن هذا كلام. قراءته خاطئة تماما. أنا ما قاطعك صابر. أنا بصر على التفرقة ما بين
التصريح الإعلامي والحديث الداخلي داخل المنتخب الوضع مغاير تماما، والحديث ما بين محمد صلاح وبقية اللاعبين. طيب إذا لا يا أخي أعطيني فرصة، لا جدوى من أن نناقش تصريح غرضه أنه تصريح استهلاكي للإعلام لا علاقة له بالواقع. بس أنا ما بتكلمش كتير، بس قاطعت كثير يعني. عايز أفرق في النقطة ديت ما بين التصريح للاعلام وما بين الحديث الداخليه. بس التصريح للاعلام ما نناقشه يا صابر، هو نناقش شيء نناقشه، ولكن نناقش المغزى من الرساله. نناقش المغزى. انا بقول لك محمد صلاح لم يسال، المذيع ما سالوش قال له انت اللعيبه محليين ولا محترفين. محمد صلاح عنده رساله ومضمون عايز يوصل. طيب الرساله نناقشها، الرساله نناقشها. هذه مفهوميه بدر، مفهوميه. اتفضل. هو تخفيف الضغوط ده جزء، لانه محمد صلاح بيقوم دور المدرب الثاني داخل الفريق، ويشعر بالضغوط اللي موجوده على حسام حسن، ويشعر بالضغوط اللي موجوده على اللاعبين، والضغوط اللي موجوده عليه هو شخصيا. محمد صلاح بيتحمل العبء الاكبر، يمكن بيتحمل اعباء اكبر من اللي بيتحملها حسام حسن نفسه في هذه الفتره، وبالتالي هو يدرك حجم ان هو تخفيف الضغوط على زملائه اللاعبين داخل ارض الملعب. احنا تعودنا دايما حتى في ثقافتنا احنا كمصريين لما بنروح على بطوله واحنا مرشحين الاول ليها التوفيق لا يحالفنا. بس يا صابر ترى قد يكون هناك ناس تتفق مع بدر، هو ناس تتفق معك ومع فتحي. الجمهور هل محمد صلاح حاليا بيهمه الخطاب مع الجمهور ولا مع اللعيبه؟ اللي بيهمه مين اللي هينفذ رايه دلوقتي ومين اللي هينفذ افكاره ومين اللي هينفذ. خلاص عشان يجاوب هو اللعيبه زمايله في الملعب. تفضل بدر. صابر شوف، انا اتصور ان العباره او المرادف اللي يستحق انه يحملوا هذا التصريح واضم صوتي ربما لصوت فتحي والصابر انه تمويه، لكن نمويه من ولفائده من ولمصلحه من نعملوا هذا التمويه؟ فهمت علي؟ اذا هذا تصريح للتمويه، يخف الضغط ويبعد العين عن المنتخب المصري. ايوه اذا هو تصريح تمويه، احنا نناقش تصريح تمويه. اذا مش انهزامي على وصف على وصف فتحي لك انهزامي يقول لا. شوف في اللي يعتبروا الهزامي، في اللي غيعتبروا مصدر للياس، في اللي غيعتبروا ما انتقدنا وليد الرقراقي لما قال انا ساحضر البطوله وانت ذكرت انه هناك تعالي وغيره من الامور. لا ما قلت انا تعالي، قلت انه واثق من نفسه، واذا كان واثق من نفسه وفاز باللقب بالفعل حط الضغط على نفسه وفاز باللقب، انا اكون اول من يقبل راس. هذا الكلام قلته انا. فلذلك اليوم انا ما اتصور واتمنى، ما اتصور ان محمد صلاح يتمنى شيء اليوم الا انه يحمل كاس افريقيا الامم التي لم يستطع تحقيقها. ثم ايضا ناتي ونقول اليوم على ان محمد صلاح يصرف على نفسه الضغط. محمد صلاح ما زلت على وصفك في مساله ويلعب بمستوى عالي ويعرف ايش هو الضغط ويعرف كيف يتعامل مع الضغط. اليوم يحاول انه الانهزامي دي انا بعترض عليها، بس مش يعني كلمه الانهزامي دي لا تليق على خلاص. بس علقت عشان نعطي تحت فرصه. عندك اضافه؟ لا خلاص بس تسجيلي اللي طيب هو تسجيله انه هو يشوف انه لا يصدر الياس بعد ذكر. تفضل يا فتحي. لا معلش، معناها بدر كان قاسي جدا، وتعليقك كان فعلا انت صدرت. ترى هو ذكر ان حتى انا ما احلم بالوضع اللي انا فيه محمد صلاح. راهو سامحني، معناها محمد صلاح قلت لك كان ذكي جدا. فماشي مدرب يجي ولا اي مدرب باستثناء الرقراق قال راني انا باش نفوز بكاس افريقيا، خدش ضغط. ايش تحبوا يقول باش نفوز؟ يقول راهو مانيش من المرشحين. عادي جدا، تصريح متوازن، فيه احترام للخصوم، فيه تشجيع وتحفيز للاعبين نتاعو. يا سفت معناها سامحني. لحظه انتم الحين يعني صحفيين ومخضرمين بالطبع. الحين انت عكس في اتجاه وبدر في اتجاه وصابر في اتجاه. طيب الواقع ماذا يقول؟ الواقع يقول وأنه لا يمكن أن نحمل تصريح محمد صلاح أكثر مما يتحمله. قراءة تولي قراءة عكسية تماما، بل قراءة مأساوية. بس لا تكون أناني. لا تكون أناني. بالعكس لا تكون أناني، لأن هناك اجتهادات. لا أنا هناك من يرى أن محمد صلاح منطقي. أنا أختلف، كل واحد يقرأ من زاويته. هناك قراءة يمكن أنت قراءتك تسميها واقعية، أو أنا نقول أن قراءتي براغماتية، منطقية مش واقعية. لا هناك من يقول أن بدر قد يكون صريح. أنا عندي قراءة من شخص محمد صلاح ومن اللي أعرفه على محمد صلاح. أنا لا أدعي أنه ليس لاعبا ذكيا،
وقلت لك من البدايه على انه تصريح محترف. ايه قلتها من البدايه، تصريح محترف، لكن لا يمكن ان ينطلي عليه. انا كصحفي لا يمكن ان ينطلي عليه هذا التصريح. ما هو لا ما يمكن. يهموش انه ينطلع عليك كصحفي. هو الى اخره ينطلع على المنافسين. ما نحجر راي بدر يا صابر، هي اراء بالاسئله، اراء نحترم رايه ياسر